واش عمرك سولتي راسك علاش ملي كتسمع الموسيقى جسمك كيبدا يتحرك بوحدو؟ علاش تقدر اغنيه وحده ترجعك لسنين فاتت؟ وكيفاش اغنيه وحده قادره تخلي الناس يشطحوا حتى ماتوا؟ اليوم غادي نغوصوا في عالم الموسيقى، كيفاش بدات، واش حرام ولا حلال، وعلاش المئات كل عام كيموتوا بسببها. في سنة 1518 واحد المرأة سيدي اللي سميتها فو تروفي اسيدي كانت ديزا واحد السوبر مارشي واحد شويه وهي تبدا تشطح هكا. وفين كاين المشكله في لاجاز؟ فين كاين وتشطح تاخذ راحتك انت سوقك. لا سيدي ما شطحاتش رقصه عاديه، بل كانت واحد الرقصه مجنونه فهمتي اللي دامت ايام واسابيع. فهمتي كيفاش بقات كتشطح بدون توقف بدون اكل بدون ولا شيء. اشنو غيطراو فينا؟ هو الغريب في الامر هو انهم بداو كيتجمعوا حداها واحد الناس بدون حركه بدون ولا شيء، وتا هما بداو كيشطحوا. التقارير كتقول على انهم شي 400 شخص فهمت كيفاش وقفوا حداها، وملي بداو كيشطحوا تا هما ما غاديش يوقفوا. وهنا فين كانت الفاجعه، بنادم طاح بالتعب، كاين اللي جاتو ازمات قلبيه وكاين اللي مات. ولحد الان هذه كتسمى بحادثه وباء الرقص، وحتى شي واحد ما عارف شي حاجه عليها. هادشي اللي كاين بنادم بدا كيف تعارض فهمتي كيف ما تجيش تفترض ليا في الفيديو ديالي سير لهي هو افترض واش غدا تفرض ديالي. واحد من بين اكثر الاسئله اللي الناس مختلفين فيه، واش الموسيقى حلال او لا حرام؟ هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال ماشي سهل كما كنتو كتوقعوا. حكم استماع الموسيقى والمعازف؟ حرام. الأغاني يعني فيها الحلال وفيها الحرام. إذا كانت الأغاني مع الموسيقى فهي حرام. فابن حزم قد سبقهم وقام وقال بأنه جائز رحمه الله. فلا بد من دليل صحيح حتى يقول بالتحريم. أما مجرد تحريم لمجرد حديث ضعيف فلا يصلح. الجواب الاخوان ماشي سهل كما كيبان لكم، والله الا الجواب صعيب وفيه تعقيدات كثيره، وماشي انا اللي نقرر، غنعطيكم داكشي اللي قالوا العلماء ديالنا. ولكن بلاتي علاش كاين هذا الاختلاف؟ السبب الرئيسي ديال هذا الخلاف وهو كيفاش فهموا دوك النصوص الدينيه، الايات والاحاديث. الا قلبتي في القران الكريم ما غتلقاش شي نص كيقول لك ان الموسيقى حرام، ولكن راه الشراب راه حرام، وحتى هو ما غتلقاش في القران كاينه شي ايه كتقول لك حرام، ولكن راه كاينين احاديث اللي كيحرموا هادشي. ولكن كاين بعض الايات اللي فسروها العلماء انها كتشير للموسيقى. لهو الحديث من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بعض العلماء اللي قالوا على ان الموسيقى حرام اش قال لك ان لهو الحديث كيقصد به الله سبحانه وتعالى الموسيقى والغناء. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال الغناء، انه قال له الحديث هو الغناء. وكاين الناس اللي قال لك له الحديث لا ما كيقصدش به الله سبحانه وتعالى الموسيقى والغناء. من اهل العلم من ذهب الى أن معنى هذه الآية هو الشرك بالله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني الشرك بالله. فهنا عندنا جوج علماء، واحد مسلم والاخر مسلم، ولكن اختلفوا في التفسير ديال الايه. وإلا مشينا للاحاديث فراه كاين اختلاف كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقواما يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. بعض العلماء قال لك سيدي ان هذاك الحديث صحيح والموسيقى حرام، وكاين البعض اللي قال لك ان هذاك الحديث ضعيف. الاحاديث التي جاءت تحرم الموسيقى ضعيفة وليست صريحة. سيدي هنا العلماء الكبار ديالنا اختلفوا واش الموسيقى حرام او لا حلال. عندنا جوج من اكبر العلماء ابن قيم وابن تيمية قال لك على ان الموسيقى حرام، والعلماء اللي تساهلوا قالوا على انها جائزة ولكن بشروط. عندنا ابو حامد الغزالي. الاختلاف هذا وارد في الفقه، فمن يرى ان من قام بتحليل الغناء والمعازف فاسق فابن حزم قد سبقهم وقال بأنه جائز. فهاد العلماء الثانيين قالوا على أن الموسيقى ماشي بحد ذاتها حرام. الحرام هو الكلمات الخايبين اللي فيها فهمتي. فمثلا غدا تسمع لي المورو كيبدا ولا غدا تسمع لي البيبي جانج ديال اغاني هادو راه اغاني كيدعوك للفسوق والعصيان فهمت. نهايتها غتشد في الحبس الا تصنتي لهاد الاغاني. فهنا هادوك الكلمات اللي خايبين هما اللي كيحرموا الموسيقى. يعني الموسيقى حلال ولكن بشروط فهمتي. الله يرضي عليكم الشباب، راه ماشي انا اللي قلت هذا الشيء، راه العلماء الثانيين هما اللي قالوا هذا الشيء. وركز معايا تقولني شي حاجه ما قلتهاش، انا كنشرح لك داك الشيء اللي قالوا العلماء. اولا الا خلاتك تبعد على الدين ديالك. على سبيل المثال كتلقى شي بنادم كيبدا يتصنت لواحد الاغاني اللي مع الوقت دوك الاغاني كيخليوه يذبح الدجاجه فهمتي كيفاش الولي صالح باش داك الولي يشفيه. حتى هذا الشيء بعض العلماء قال لك على ان المشكل ماشي في الموسيقى، المشكل هو فين كتسمعها، شنو هما الكلمات، واش كتعطلك على الصلاه ديالك. غادي نعطيكم
نعطيكم مثال بهذا النوع ديال الموسيقى اللي كيتصنتوا لها الشباب، فهمتي؟ الميتال اول حاجه البلاصه اللي كيتصنتوا لها فيها اختلاط، يعني لا يجوز، الكلمات كلمات شيطانيه والعياذ بالله. واخر حاجه وهي انهم كتبعدهم على الدين ديالهم، فهمتي كيفاش؟ الاناشيد بلا كلمات خايبه كاين اللي كيشوفها عاديه، فهمتي؟ بعض العلماء كيشوفوها عادي. اسمح لي انني لا اصافح النساء. الخلاصه انا ما قلت لك لا حرام لا حلال، انا جيت فسرت لك الهضره ديال العلماء، فهمتي كيفاش؟ الخلاصه بعض قال لك حرام شرعا قطعا، فهمتي كيفاش؟ والبعض قال لك حلال ولكن بشروط، والثالثين هما اللي قال لك يجتنبوا، فهمتي؟ دابا فين كاين المشكل هو انك فاش كتسمع واحد الاغنيه كتجيب لك الكآبه وتقدر تبكي، فهمتي كيفاش؟ بالحزن ديال ديك الاغنيه، ولكن فاش كتجي تسمع ايه قرانيه ما كيتحرك فيك والو، فرا لا اسمح لي هذا الشيء خطير، فهمتي؟ فانتوما شاركونا ارائكم، واش الاغاني حرام او لا حلال؟ وكيفاش بدات هذه الموسيقى من الاول؟ قبل ما يكون شي حاجه سميتها الكلام وقبل ما يكون شي حاجه سميتها اللغه، كانوا القبائل شحال هذه كيتواصلوا بالموسيقى. كيفاش كيديروا؟ اول حاجه كان عندنا وهي التصفيق. وثاني حاجه وهي حجره، فهمتي؟ ضرب حجره مع حجره تشعل العافيه، فهمتي كيف؟ وثالث حاجه وهي الرجل، فهمتي؟ هادو هما ثلاث حاجات اللي كانوا كيتواصلوا بها، وماشي غير كانوا كيتواصلوا بها بل كانوا حتى انهم كيستعملوها باش يحفزوا هادوك الجنود ديالهم في الحروب. وثالث حاجه وهي الاحتفال من بعد ما ينتصروا في دوك الحروب، فهمتي؟ ومورا تطورت القضيه وبداو كيصايبوا الات من الجلد ديال الحيوان وحتى العظام ديالهم. واول فلوت، شنو هو فلوت؟ سير قلب عليه، فهمتي كيفاش؟ نبدا نشرح لك شنو هو فلوت. تصايب من العظام ديال الحيوان. ومن بعد الحضارات القديمه بحال مصر واليونان الموسيقى ولا جزء من الثقافه ديالهم، ومن تما وصلت الموسيقى لهادشي اللي كتعرفوه دابا. اصلا ملي الناس كيسمعوا الموسيقى كيبداو يتحركوا، فهمتي كيف؟ علاش خاصنا نعرفوا علاش شكون اللي قالها اليوم المره الاولى؟ شكون اللي قال لهم الا سمعتي هاد الموسيقى خاصك تبدا تتحرك؟ اسيدي اول حاجه خاصنا نعرفوها وهي انه فاش هذاك الانسان كيسمع الموسيقى ديال الشعبي او الموسيقى اللي كطربو، راه ماشي هو اللي كيتحرك، راه الدماغ اللي كيدير رده الفعل. بحال مثلا فاش كتحرك شي حاجه وكتحرك يدك بالزربه بحال هكاك، ماشي انت اللي كتحكم في راسك، هو الدماغ كيدير واحد رده الفعل. هاد النظام اسيدي الموسيقى فاش كتدخل اول مره، فاش يلاه تزاديتي سمعتي الشعبي، اشنو سمعتي معاه؟ سمعتي شفتي معاه ناس كيشطحوا، هنا غادي تدخل تخزن في واحد الحاجه اللي سميتها رايتم بيرسبس. هاد النظام كيخليك تمشي مع الريتم ديال الاغنيه تلقائيا. ها سير اخويا بشويه. والعضلات ديالك كيتحركوا بلا ما نحسوا، راه ما كتحسش انت وكتبدا تحرك في راسك، فهمتي؟ ونزيدك راه الموسيقى راها كتطلق الدوبامين، هذه ما فخباركش ياك، وراها كتطلق الدوبامين. هكاك هذه غريبه جدا. واش فخبارك ان الحيوانات حتى هما كيتاثروا بالموسيقى؟ العلماء لقوا على انه فاش كيديروا الموسيقى الهادئه للبقر كيزيد انتاج الحليب، يعني انهم كينتجوا الحليب اكثر. وفاش كيديروا الموسيقى الكلاسيكيه للكلاب كينعسوا دغيا. وهاك الجديدات الشراء. الا كانت كتجيك الموسيقى اللي كدوي عليها انها حاجه عاديه، لا 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 خويا، هي حاجه اكثر من عاديه. كيطرى لك واحد التريطمون داخل، فهمتي؟ عمليات حاسوبيه كطرى في الدماغ ديالك يفوت تسمع غير الموسيقى. كاين واحد الصوت اللي غنسمعوا لكم دابا كيسبب الهلوسه وكيخليك تشوف شي حاجات اللي هما ما كاينينش، وحتى انه كيخلعك، فهمتي كيفاش؟ سمعوه.
وإلا قلت لك على انه كاينين بزاف ديال الناس كل عام كيموتوا بسبب ديك الموسيقى، هذيك الموسيقى اللي كتسمع انت كاين ناس كيموتوا بسببها. وكيفاش كيموتوا؟ واش انت كتضحك علينا ولا كيفاش بين 2004 حتى 2011 الولايات المتحده الامريكيه سجلت 114 وفاه بسبب الموسيقى. بسبب اش؟ الموسيقى. وكيفاش كيموتوا بسبب هاد الموسيقى هادي؟ ساهله مالا اسيدي، هما كيكونوا دايرين الكاسك وغاديين قاطعين الطريق، ورا الكاسك اش دايرين فيه؟ دايرين فيه الالحان، راه دايرين فيه الموسيقى طارقينه مجهده. فهمتي كيفاش؟ كيجي داك الصايغ كيبقى عليه واحد من طريق بشر، حيد من طريق صافي ما كيسمعوش. فهمتي كيفاش؟ حتى كيدخل فيه. واغلب الناس اللي ماتوا بها وهما اللي كانوا قاطعين التران. فهمتي كيفاش؟ حسب الاحصائيات. هادشي تذكروا اش قلت لكم، ماتوا بسبب الموسيقى وماشي بسبب الكاسك، ماتوا بسبب انهم ما سمعوش الكلاكسون. اغلب هادو كانوا شباب وقل من 30 سنه. فحداو راسكم الشباب، انا ما مره ما جوج ما ثلاثه كنشوف بنادم قاطع من الترام وداير الكاسك وما كيسمعش الترام كيكلاكسون عليه. وإلا سمعتكم الشباب هاد الصوت باش عرفتي امونغاس باش، ونزيد نسمعك هاد الصوت هذا باش عرفتي سوبر ماريو، نزيد نسمعك هذا الصوت هذا. وباش عرفتي دوري ابطال، هذا هو السؤال اللي غنجاوبوا عليه. فرا فاش كتسمع شي موسيقى اللي هي قصيره ديال شي انترو ولا ديال شي لعبه، هنا الدماغ ديالك كيبقى يكررها كل مره وكيطرى واحد اللوب في الدماغ ديالك. فهمتي؟ طريتمو كيطرى داك الشيء، راه تعقيدات. فهمتي كيفاش؟ وبهذا كيفرز الدوبامين معاه، حيت وانت لاعب ديك اللعبه راك كتفرز الدوبامين، وحتى وانت كتفرج في دوري ابطال اوروبا راك كتفرز الدوبامين. فهمتي كيفاش؟ يعني هنا كيسهل على الدماغ ديالك يخزنها، بما انه فرز الدوبامين. بحال داك الدوبامين كيسهل عليك اكثر انه يخزن. وفين كتحفظوا في واحد البلاصه اللي سميتها ميم. وهذا ما كان. فهمتي كيفاش؟ نشكركم يا اصدقائنا صديقاتنا على المتابعه. اللي كيتفرج فينا من التلفازه يدير لايك. فهمتي كيفاش؟ جيب التليفون وهود بحال هكا ودير لايك. وإلا كنتي كتفرج فينا من التليفون ولا بيسي فراه لا عذر لك. فهمتي؟ غير دير لايك. فهمتي كيفاش؟ لاننا نتعبوا على المحتوى. كنشكركم بزاف. اديوس اميغوس. تهلاو. دابا ما تنساش تهود دابا تكتب في الكومونتيرات واش انت مدمن على الموسيقى ولا لا.